السلام عليكم. لو تايه مش عارف تحسن من حياتك، مرهق او مش قادر تبدا او مش عارف حتى منين تبدا، فالفيديو ده بدايه كويسه. عشان انت لو عطلان ومش عارف تحسن من حياتك ودايما في حاله توهان غير مبرره، فالخبر الحلو هو ان كل الحاجات دي ليها اسباب علميه واضحه في المخ والسلوك والجسم والبيئه اللي حواليك. النهارده من ضمن الحاجات اللي هتفهمها هي انك هتفهم ازاي كل حاجه في حياتك منفذه على بعضها، وده لدرجه انت ما تتخيلهاش. يعني لدرجه انك لو طبقت الكلام اللي في اخر الفيديو انت مش هتكون في الطريق انك تعمل حاجه تغير بيها حياتك من ناحيه الشغل بس مثلا، لا ده هيكون من ناحيه الشغل والشكل والصحه وكل حاجه تتخيلها في حياتك. اللي احنا هنتناقش فيه النهارده حاجات تقدر تاثر فيك بالكامل كانسان. الموضوع متقسم لخمس اقسام. القسم الاول هو الاساس العصبي لحاله الركود، وهنا معانا ثلاث مفاهيم. دايما المفاهيم او الميكانيزمات اللي هنشرحها بعدين هتكون بتفهمنا الحاله نفسها، بالتالي هنعرف ازاي نتحكم في الحاله نفسها في اخر الفيديو. المفهوم الاول معانا هو الدوبامين وخطا توقع المكافاه. اول حاجه لازم نفهمها هي ان الموتيفيشن دي حاجه ليها علاقه بجهازك العصبي نفسه اكتر من كونها مجرد احساس انت مالكش تحكم فيه. جوه الجهاز العصبي الدوبامين هو اللي بيحدد امتى تتحمس، امتى تبذل مجهود، امتى تحس ان في مكافأة جاية. وواحدة بقى من اهم النظريات في الموضوع ده هي نظرية خطأ توقع المكافأة. وخليني اقول ان دي حاجة ليها معاني وامثلة كتير، لكن انا عايزك تركز معايا في المثال اللي انا هقوله دلوقتي. انت مخك بيبدا يتحمس لما بتحصل حاجه احسن من اللي انت كنت متوقعه، فمع الوقت ممكن مخك يبدا يتوقع دايما حاجه اعلى بكتير من المجهود اللي انت اصلا بتبذله. فلما ترجع لرتم الحياه العادي الطبيعي بتاعنا ده، وحياتك يبقى فيها روتين وضغط وما فيهاش اي تجديد من اي نوع او ما فيهاش مكافآت واضحه، المخ يبدا يقلل استجابته وحماسه، فالموتيفيشن تبدا تقع. بس هو كده الحقيقه والواقع بيقولوا ان انت زهقان او مخك زهقان، مش ضعيف ولا كسلان ولا فاشل، عشان لسه مش هو ده الفشل. تاني مفهوم معانا هو الضغط العصبي وتأثيره على القشرة الأمامية للمخ. لما الضغط العصبي بيزيد ده بيبوظ أداء القشرة الأمامية للمخ، وللأسف الجزء ده بيكون مسؤول عن التخطيط واتخاذ القرار والتحكم في النفس وتنظيم الأولويات. لما الجزء ده يتلخبط يبدأ الشخص ده يدخل في دايرة تأجيل وتهرب ولخبطة وفقدان للسيطرة، فتبدأ تتكون دايرة مقفولة، ضغط فضعف في اتخاذ قرار، فيبدأ يحصل ضغط أكتر فركود أكبر يحصل. أما تالت مفهوم معانا هو العجز المكتسب وحالة الاستسلام السلوكي. بالمناسبة ده حالة علمية، يعني دي حالة بتحصل لما الشخص يتعرض لضغوط أو فشل متكرر، فيبدأ المخ يتبرمج أو يقتنع إن المجهود مش بيجيب نتيجة. وقتها بقى يبدأ المخ يدخل في وضعية قلة المبادرة أو الخمول أو التهرب أو قلة الحماس. وكل ده على فكرة عبارة عن آليات بقاء، كل ده لسه مش كسل بشكل واعي ولا فشل. نبدأ ندخل على القسم التاني من حياتك، وعندنا هنا الميكانيزمات النفسية والسلوكية. عندنا فيهم اتنين ميكانيزم مهم قوي نعرفه. أول واحد معانا هو ميكانيزم التهرب والتعزيز السلبي. لما المهمات اللي وراك تبقى تقيلة وانت كإنسان تبدأ تتهرب منها، التهرب ده بيديك راحة مؤقتة، فالراحة المؤقتة دي مع الوقت تتحول لمكافأة مستقلة بذاتها، فالتهرب كنمط سلوكي يفضل ثابت فيك. فتلاقي نفسك مع الوقت السلوكيات الإيجابية بتقل والمكافأة بتقل والدوبامين بيقل والركود نفسه بيزيد. العلاج السلوكي اللي بيكسر الدايرة دي اسمه التنشيط السلوكي، وبرضه هنتكلم عنه في آخر الفيديو. الميكانيزم التاني هو الهوية الذاتية وانهيار الكفاءة الشخصية. بص انت لازم تفهم ان اهم عامل في الموتيفيشن اصلا هو الكفاءة الذاتية، او احساسك انك قادر تنفذ اللي انت بتخطط له. فلما تشوف شخص بيبوظ خططه كلها وبيكسر وعوده لنفسه كلها ودايما بيفشل في الالتزام، دايما هتلاقي الكفاءة الذاتية عنده بتقع. ولما يحصل كل ده والكفاءة الذاتية عنده تقع، انت هتلاقي الهوية بتاعته اصلا بتتلخبط، لانه مهما كان شايف نفسه قادر تصرفاته دايما بتقول العكس. الميكانيزم الثالث هو نموذج الاسندنج لوب او اللوب التصاعدي. النموذج ده بيقول ان السلوك الايجابي بيحسن المزاج، والمزاج الايجابي بيحسن التفكير، والتفكير الايجابي بيزود من السلوك الايجابي اللي بيحسن المزاج، وهكذا. لوب تصاعدي. وللاسف طبعا العكس صحيح زي ما انا وضحت في اول الفيديو، وعلشان كده العادات الصغيره دايما بتعمل فرق كبير جدا. القسم الثالث عندنا هو الدور الفسيولوجي في تنظيم المزاج والموتيفيشن، وعندنا فيه ثلاث مفاهيم. المفهوم الاول هو الرياضه وتنظيم كيمياء المخ. الرياضه بتزود البي دي ان اف، وده حاجه انا كنت اتكلمت عنها في فيديوهات منفصله كتير قبل كده، وبتزود كمان الدوبامين والسيروتونين والاندورفينز، وبتقلل من الالتهابات اللي هي بتكون مرتبطه بالاكتئاب. على فكره خليني اقولك ان الدراسات بتقول بوضوح ان الرياضه فعاله لدرجه قريبه من مضادات الاكتئاب نفسها في حالات كتير. فهنا لو خدنا بالنا كويس وركزنا هنلاقي ان الرياضه خرجت من مفهوم الفتنس والعضلات والجري زي الحصانه ورفع الاثقال والكلام ده كله لمفهوم ممكن يؤثر في حياتك ويغير فيها بشكل مختلف خالص.
اما عن المفهوم التاني فهو النوم والتحكم التنفيذي. قلة النوم بتلخبط مراكز اتخاذ القرار وبتبوظ التحكم في النفس وبتبوظ المزاج والتركيز. بس الموضوع ما بيقفش لحد هنا، عشان قلة النوم بتزود من نشاط اللوزة الدماغية اللي هي مسؤولة عن الانفعال. فهنا برضو النوم خرج من مفهومه المتوارث العادي انك مجرد بترتاح لمفهوم اعمق من كده بكتير. النوم ممكن يأثر في قراراتك وانفعالاتك نفسها، واللي هي بالتالي ممكن تأثر في كل حاجة تانية في حياتك. كل الحاجات دي مفتوحة على بعض لدرجة انت مش هتتخيلها. يعني مثلا انت مش نايم كويس دلوقتي، فمش مجرد بس هتاخد قرار ممكن يكلفك فلوس او يخسرك حاجة في شغلك، لا ده انت كمان مش نايم كويس فبتاكل اكتر من الطبيعي بتاعك وبتضر صحتك، او مش نايم كويس فمش عارف تتمرن كويس فمش عارف تاخد الفوائد بتاعه المفهوم اللي احنا لسه مخلصينه من شويه، مفهوم التمرين. المفهوم الثالث بنتكلم فيه عن التغذيه واستقرار النواقل العصبيه نفسها. التغذية نفسها تقدر تأثر على تصنيع الدوبامين والسيروتونين وتأثر على الالتهاب والتركيز. وهنا برضو الأكل خرج من مفهومه التقليدي العادي اللي كل الناس عارفاه بتاع سعرات والطاقة والحركة والكلام ده. انت لما بتاكل بروتين كويس جسمك بيصنع دوبامين، لما بتاكل كربوهيدرات الانسولين نفسه بيبدأ يقلل من الأحماض الأمينية اللي هي بتنافس التريبتوفان، فيوصل التريبتوفان للمخ أكتر فيزود من تصنيع السيروتونين. بالتالي اهتمامك بجودة أكلك حاجة أساسية علشان تكون إنسان ناجح ومتزن. وعندنا في القسم الرابع العوامل الاجتماعية والبيئية، فيها 5 مفاهيم مهمين جدا. اول مفهوم هنتكلم فيه عن العزلة وتأثيرها النفسي والفسيولوجي. مهم قوي تعرف ان العزلة في حد ذاتها بتعمل ضغط عصبي، الدراسات بتقول انها بتزود خطر الوفاة بنسبة 26%. العزلة بتقلل من الدوبامين والمرونة النفسية والحماس والقدرة على التفكير الإيجابي نفسه. أما تاني مفهوم معانا فهو البيئة وتأثيرها على السلوك. ممكن يكون الكلام ده بيزك وواضح قوي، بس انت بيئتك بتشكل سلوكك من غير ما تحس. العيشة الفوضوية بتزود الضغط، الفوضى نفسها بتزود الضغط، الإضاءة الطبيعية بتحسن المزاج، ترتيب المكان بيقلل التشتت. بالتالي فترتيب البيئة حواليك بشكل كافي انك تقدر تعمل اللي انت عايز تعمله بسهولة، او حتى ما تعملش اللي انت المفروض عايز تمنع نفسك منه برضه بسهولة. ده بيقلل الاحتكاك والخناقة اللي بتحصل بينك وبين نفسك علشان تعمل او ما تعملش حاجة معينة، فبيزود من الالتزام يعني من الاخر. القسم الخامس والاخير التدخلات العلمية للخروج من الركود او الخروج من الوحل. اول حاجه هي بروتوكول التنشيط السلوكي اللي كنا اتكلمنا عنه. البروتوكول ده بشكل علمي بيشمل 5 حاجات: تحديد سلوكيات التهرب، وده معناه انك محتاج يكون عندك وعي ذاتي كافي انك تقدر تحكم على نفسك وتحدد انت بتهرب ولا لا. اختيار انشطه بسيطه ولكن ليها معنى وليها علاقه بالحاجه اللي انت بتهرب منها. جدوله، تنفيذ تدريجي، متابعه تقدم. ده واحده واحده هيعيد تنشيط نظام المكافاه نفسه. تاني حاجه معانا هي العادات الصغيره واعاده بناء الهويه اللي ضاعت في اول الفيديو. العادات الصغيرة دي حاجة مهمة جدا علشان هي بتدي لك احساس بالانجاز، احساس بالسيطرة، واحساس بالكفاءة اللي ضاعت برضو في اول الفيديو. وبكده احنا بقينا بنعيد بناء الهوية تاني لان احنا بقينا نعمل حاجات تاني. تالت حاجة معانا هي تثبيت الحالة الفسيولوجية، وده بيشمل حركة يومية بشكل ثابت ونون نيجوشيبل، نوم ثابت في ميعاد ثابت ويفضل يكون نون نيجوشيبل، اكل متوازن، شرب مية، التعرض للشمس. كده انت بتظبط كيمياء المخ. رابع حاجة معانا هي اعادة التواصل او الاتصال الاجتماعي. معلش انا عارف احنا بقينا كلنا انتروفيرت، لكن حتى لو مرة في الاسبوع مكالمة او قعدة او تمرين مع حد او نشاط اجتماعي، اي حاجة، اعمل اي حاجة اجتماعية. انا قصدي اي حاجة اجتماعية بعيدة عن التليفون والسوشيال ميديا، تمام؟ عشان برضو لازم اكون واضح مع جنزي. خامس حاجة معانا هي تحسين البيئة، زي انك ترتب المكتب بتاعك، تقلل الديجيتال ديستراكشن، تخلي فيه اضاءه كويسه. ده هيقلل لك الديستراكشن وهيقلل لك الحمل المعرفي وهيزود لك من الالتزام. الركود والتوهان اللي انت فيه ده ما اظنش ان هو بمزاجك، وما اظنش انه حاجه ليها علاقه بان انت بجد كسلان. انا اظنها اكتر انها حاله بيولوجيه نفسيه او اجتماعيه ليها اسبابها الواضحه، بس بما انها ليها اسبابها الواضحه فهي ليها حلولها الواضحه وضوح الشمس. بس انا اظنه يعني النوع ده من الوضوح اللي بيكون من كتر ما هو قدامك وواضح قوي انت مش واخد بالك منه. بس يعني محدش يتخيل ان الموضوع بالبساطه دي، وان الاساسيات دي اللي بابا وماما ممكن يبقوا بينصحوك بيها تكون هي اقصى حاجه علميه علشان تطلع نفسك من القرف اللي انت فيه. بس لا، هي دي اقصى حاجه علميه فعلا، ودي الحاجه الوحيده اللي ممكن تطلعك من اللي انت فيه، وهي دي البايو هاكس اللي بجد بقى.